في الفيديو اللي معانا ده هنشوف ابراهيم المهراجة او ابراهيم مخاصي اللي هو معروف اسمه كده على السوشيال ميديا بالاسم ده. انا مش بخترعه يعني. المهم المهراجة بيكلم اسماء اسماعيل على جميلات التيك توك والمشاهير السوشيال ميديا، وازاي الفلاتر بتغير الشكل وبتخدع المتابعين، بيوصف اللي شافوا فيهم بالظبط وهم شكلهم ايه. تمام، هنتابع مع بعض ونرجع لبعض تاني. يلا بينا. ليه قلتي على البنات في الفرح ان هم فلاتر مع انهم كلهم كانوا زي القمر؟ لا كله فلاتر، ده حقيقي انا شفتهم. انت شفت مين ومين؟ كلهم بلا استثناء. شفت نورهان؟ طيب ما احنا قلنا اهو. اه والله شفت نورهان؟ اه والله. شفت مروه؟ اه والله شفتهم. شفت ساره؟ شفت البنات كلهم كانوا زي القمر؟ والله كلهم شفتهم، ما عجبونيش ولا واحده عجبني. رهيفه تاخد المرتبه الاولى في الرهيفه. طب الحمد لله، ما هي فعلا تاخد المرتبه الاولى. لا رهيفه وصاروخ وانجل، انا حاسس بنفسي. انا ربنا يخليك اصدقائك. لا بس دول بس هقول لك دول بأمانة. بس اعتقد الحمد لله، يعني الحمد لله لو انا كنت موجوده في الفرح وشفتك يا ابراهيم وشفتني كنت هنجحك علقه، والله العظيم كنت هاكلك علقه. انا كنت موجود بس قسما بالله لما اخليه فرح لا اخليك نهرسوك كده، نتلموا عليك كلنا كده نهرسوك. كنت في اخر حد، وما كانش حد معايا ابدا. ده من حظك، ده من حظك. كنت هوريك بقى عجين الفلاحه. وكنت بتفرج على الفرح من طاقه كده عشان ما حدش يشوفني. طاقه ليه يا اخويا؟ كنت قاعد في ديك بيتفرج على القاعه. بس كلهم طلعوا فيكوا يا عزوز. ايه قصيرين انت بمقاسات؟ ده نورهان ما شاء الله داخله على 180 اصلا. بس العرقوب غلط. يعني عرقوب ده كلهم بيبقى لهم عرقوب مع رقابين. ايه العرقوب ده؟ بيبقى فين مؤاخذه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ازاي بقى ما تعرفيش الكلام ده؟ لا العرقوب ده بيبقى، انت شفت العرقوب ازاي وانت بتبص من طاقه من بعيد؟ الواحده اللي ليها عرقوب لا تنفع في الدنيا ابدا ابدا. قصدك العرقوب اللي في الرجل؟ انت اكيد فاهماني وعارفه طبعا. لا العرقوب اللي في الرجل من ورا. انا ما اقدرش اقول المواصفه، انا اقول لك ايوه. طب انت وصلت الرجول ازاي وانت بعيد وكنت باصص من طاقه؟ لا العرقوب بيبان سهل. والله ما غيرك انت اللي عرقوب. ليه بقى؟ والله ده انت، والله ده انت. والله العظيم انا ندمت ان انا ما حضرت الفرح ده علشان انت. انا قال لهم ايه؟ قال لهم اللي يحضر الفرح ما عادش يفتح لايف، كلهم قاعدين عاملين كده. يا نهار، ولا حد يقدر يحط له في جيبه، عاملين قاعدين كده. انت تعرف لو انا كنت رحت كنت فتحت. عشان كده ما رحتيش. لا عشان انا اوريدي بره مصر. لا ماشي بس كلهم قاعدين عاملين في كده. يا نهار ازرق على منظرهم. انت هو خاف حد يشوفه فيشوف كرشه ويشوف بقى ان هو ملحم وكده، فجاء لما اتدارى اروح بس اسلم واروح. فهمت؟ ايوه. هو خاف. لا خاف البنات تتخانق على الحصان الابيض اللي كان راكنه بره القاعه. انت ما شفتنيش ولا لا ما شفتنيش انت. ايوه اكيد شاف خاف على الحصان الابيض اللي بره لحد من البنات يروح يخطفه. ايوه طبعا. انت ما شفتنيش كان شكلي عامل ازاي؟ يا نهار ازرق. خدتيش انت بالك؟ كنت لابس ايه في الفرح؟ زي ما شفنا كده المهرجة فضح النجوم وجميلات السوشيال ميديا قدام اسماء اسماعيل، او وضح لنا الدنيا ماشيه ازاي، وان تاثير الفلاتر وطبعا المكياجات المبالغ فيها بتغير شكل الناس اللي احنا بنتفرج عليها ونتابعها. شكرا لحسن المتابعه والسلام عليكم. ما شفتنيش. استني